بعد أنباء رحيل عبد المنعم عن الأهلي علشان يروح موناكو أو جالاتا أو نادي إيطالي أو خليجي أيا كانت وجهته، فالأهلي فعلا ابتدى يتحرك علشان يضم بديله. يوسف أيمن لاعب مصري قطري عنده 25 سنة، بيلعب في نادي الدحيل ومتأسس في أكاديمية أسباير. الحقيقة إنه كلاعب طريقة أداؤه قريبة جدا من محمد عبد المنعم، مع نسبة مجازفة أقل في بناء الهجمة. عنده قدرة عالية في الدريبل أو الجري بالكورة، بيزيد بيها كتير لمناطق الخصم، وكمان عنده تسديدات قوية جدا. دفاعيا التايمنج بتاعه في التدخلات جيد جدا، وكمان وضعياته الجسدية أثناء الدفاع رجل لرجل ممتازة، ودي نقطة يتفوق فيها على عبد المنعم. مميز جدا في التمريرات الطويلة والكرات القطرية وتغيير الملعب، وتمريراته الأرضية كمان جودتها كويسة جدا، ودايما بيلاقي حلول، وعنده القدرة إنه يلعب كقلب دفاع يمين أو شمال، وكمان باك يمين أو شمال، ودي ميزة كبيرة جدا لأنها بتوفر مرونة تكتيكية. اللاعب في مسيرته الاحترافية لعب 96 مباراة، أحرز 6 أهداف، منهم هدفين في آخر 15 مباراة شارك فيهم في موسم 23-24 في الدوري القطري. وعلى فكرة رقميا المعدل التهديفي لمنعم ويوسف متساوي، ولكن أهداف يوسف من متابعات للكورة أو تسديدات، مش زي عبد المنعم من رأسيات، وده لأن منعم يتفوق على يوسف في جودة الرأسيات. الدفاع على العرضيات يمكن يوسف مش مميز فيه قوي، ولكن كذلك عبد المنعم في الاشتراك في الكور الرأسية جيد جدا، وكذلك يوسف، انما الدفاع على العرضية هي مشكلة عند الاتنين لعيبة، ولكن في أفضلية ليوسف إنه دايما بيتخذ وضعيات جسدية صحيحة أثناء الدفاع على العرضيات، وكمان علشان يوسف طوله 190 سنتي فده بيديله أفضلية في الاشتراك في ألعاب الهواء. قول لي بقى ايه رأيك في لاعب الاهلي الجديد، وهل تعتقد انه هيبقى اضافة للدفاع الاهلاوي سواء مشي او قعد عبد المنعم في النادي الاهلي؟ اتمنى اعرف رأيك، ولو وصلت لحد هنا شكرا جدا، وما تنساش اللايك والفولو والاشتراك. استمتع بباقي الفيديو.